نعم. أشهد. Скажи أشهد أشهد ألا أن لا إله إلا الله إله 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 إلا إلا الله. أخبرها بماذا تشعر هي الآن. Не знаю, у меня внутри какое-то непонятное чувство. Я просто немного растерялась. فرحان. طيب خليها تتكلم الأخت ويترجم لنا الأخ هذا. Яночка, добрый вечер. Добрый вечер. Да, какие вопросы к нему я могу переводить? Я хотела задать вопрос, это первый. هي عندها شوف يا أخ عندها أسئلة هي عن الإسلام. شوف ما هو سؤالها وترجمني. Какие вопросы у тебя про ислама? Я хочу спросить, могу ли я делать намаз и читать молитву через телефон, если я пока не полностью выучила? بتقول لك يا شيخ تقدر تصلي عن طريق التليفون إذا هي لحد الآن ما تعلمت الصلاة بشكل كامل. يعني تقصد تضع تليفون أمامها وتقلد كيف يصلي كيف الشخص أيوة. يصلي؟ أيوة. هي مبدئيا نعم. Ну, сначала да можно. لكن لا تعتاد على هذا الأمر. Ну, не надо к этому привыкнуть. Я поняла. Еще такой вопрос. Кто такой Аллах? بتسألك مين هو الله؟ في الإسلام؟ شو تيجي في دو؟ في الإسلام شو تقول الله؟ Да, в исламе. في الإسلام. الله عز وجل في الإسلام هو الخالق سبحانه وتعالى. الله الذي نعم. الله في الإسلام on создатель. هو الذي أعطانا كل شيء سبحانه وتعالى. Он дал для нас все. وهو سبحانه وتعالى قل لها سننتهي من الكلام بعدين تقول لها أنت أني أنا انتهيت حتى ما تظن أن لنزل الكلام كثير. Давай мы закончим разговор, потом ты задаешь твои вопросы, хорошо? Да, я поняла. Окей. الله عز وجل في الإسلام وصف بكل الصفات بكل صفات الكمال والجمال سبحانه وتعالى. الله в исламе он создатель нас, он для него все особенности, которые нет у других. والله عز وجل في القرآن الكريم أخبرنا أنه ليس كمثله شيء يعني لا يشبه أي مخلوق سبحانه وتعالى. Allah в Коране нас говорил, что нету никто похожий на него в этот мир. وهو سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن الرحيم. Его имена милосердный и милосердный. وسبحانه وتعالى يرحم من يستحق الرحمة ولكنه عادل سبحانه وتعالى فمن يفعل الخطايا ويظلم ولا يتوب من هذا يعاقب. Allah в Коране дает милосердно для кого он заслуживает и наказывает того, кто заслуживает. هل تريد معرفة المزيد؟ أخبرها. Есть еще какие-то вопросы? Ты еще больше хочешь узнать? Да, я хочу узнать, должна ли я носить хиджаб в исламе? بتسألك هي ملزمة أنها تلبس حجاب في الإسلام؟ نعم لا بد أن تلبس الحجاب وهذا للحفاظ على المرأة لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ المرأة من اعتداءات الرجال المرضى. Да, это обязанности твои в исламе, потому что Бог хочет тебя сохранить от других чужих мужчин, которые будут كذلك نعم. ودائما الشيء المغطى هو الشيء العظيم
الجوهرة الحقيقية. أما الشيء المفتوح هو الشيء دائما الرخيص. Ну, когда ты будешь покрытая, будешь как... и люди будут тебя оценить как ювелир. Не как... когда ты будешь открытая, будешь выглядеть будешь выглядеть дешево. وأخبرها كذلك أن أنت حين ترين طعاما مفتوحا لا يمكن أن تقتربي منه، لكن حين ترين شيئا مغلقا، طعاما مغلقا، تعرفين أنه مؤمن ولا يوجد فيه أي جراثيم. فلذلك الله عز وجل أمر المرأة أن تتغطى لكي لا يتحرش بها الرجال ويقترب منها الرجال ويطمعون فيها. Он дал пример, когда ты увидишь еда, она открытая, это отличается от еда, которая закрытая. Для тебя будет интересно смотреть на еда, которая закрытая, что там нету микробий, и она не грязная. Ну вот такой пример он он рассказал. نعم، إذا عنده سؤال آخر تتفضل. Есть еще какие-то вопросы? Да, есть еще вопросы. А могу ли я кушать свинину, когда приму ислам? Еще раз? Могу ли я кушать свинину, когда приму ислам? بتسألك بتقدر تاكل لحم الخنزير لما تدخل في الإسلام؟ لا، لحم الخنزير محرم في الإسلام وهو يسبب الأضرار الكثيرة كما يقول كل الأطباء. В исламе свинина кушать это запрещено, потому что это очень вредное мясо, как очень много врачей, которые это доказали. وقل لها تستطيع أن تأكل لحم خروف وتعزمنا عليه في روسيا. Можешь кушать баранину, у нас угостить. Хорошо. إذا عندها سؤال آخر تتفضل. Есть еще раз какие-то вопросы? Да, какие чудеса у пророка? شو المعجزات عند النبي؟ معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، تتعدى 2000 معجزة. المعجزة الأولى هي القرآن. القرآن الكريم كتاب فيه أشياء علمية أخبر بها اكتشفها العلماء اليوم، فيه إشارات علمية كثيرة. القرآن الكريم أخبر بأشياء مستقبلية حدثت بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب لا يمل منه مهما قرأناه بكثرة واستمعنا إليه بكثرة لا نمل منه. نعم. Он сказал, во-первых, чудеса в Коране очень много. От них это 2000 чудесах. Самые главные чудеса, которые нигде его нету, ни сейчас и ни раньше, никто, как это Коран, как он, его нету, как эту книгу. الأمر الآخر المعجزات الأخرى في معجزة تكثير الطعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم الطعام القليل بمعجزة من الله عز وجل يكثر هذا الطعام، وكان يرى ذلك الصحابة يرون ذلك بأعينهم. ومن معجزاته كان يشفي المرضى بإذن الله تعالى، كما شفى عين الصحابي قتادة وشفى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Еще дополнительные чудеса в Коране, как он сказал, исцелит больных, как двоих от его друзья, Кутада, а второй... Что اسمه шейх? Кутада? علي بن ابي طالب. قتادة وعلي بن أبي طالب. Как его звали? Кутада и Али бин Аби Талиб. أنا ماشي معك في الترجمة، أنا أول مرة استخدم موضوع الترجمة هكذا، يعني إذا ضغطت عليك أخبرني. تمام؟ لا بس لا عادي ترجمت لها تمام يعني. تمام. لا جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. طيب، ومن المعجزات كذلك انشقاق القمر. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم انشق القمر ورأى ذلك بأعينهم المسلمون، وغير المسلمين كذلك رأوا
هذا بأعينهم. Дополнительно его шестьдесят в то времена, что Луна, она была разделена на 20 частей, а в то времена мусульмане это видели, и люди, пророк это видел. وهنالك مخطوطات تسمى بمخطوطات مدريد ومخطوطات فارس موجودة الآن بالصور تثبت هذه الحادثة، وهي حادثة انشقاق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. То есть есть дополнительные доказательства, которые называются махтутат. Это написание, которое она есть в Мадриде, и которые они рассказывают про этот случай, когда Луна разделялась на 2 части. ومن معجزاته كذلك صلى الله عليه وسلم معجزة الإسراء والمعراج. في ليلة واحدة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة من الله عن طريق الملاك جبريل، أخذه من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس، ثم أخذ إلى السماء في ليلة واحدة، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. Еще одна чудеса для пророка Мухаммада, ему мир и благословение, что Бог ему дал чудеса, что он из одного места до одного места улетел, летал в одну ночь из Мекка до Иерусалима. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء مستقبلية تحدث في زماننا هذا، وحدثت قبلنا وحدثت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، نبوات مستقبلية ولا يعلم أحد المستقبل إلا الله، فالله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء المستقبلية. Еще дополнительные чудеса для пророка Мухаммада, ему мир и благословение, что случай, который Бог ему рассказал и написал в Коран, который будет происходить в сегодняшнее время, которое сейчас оно происходит. إذا عندها سؤال آخر تتفضل. Есть еще дополнительный вопрос, Яночка? Да, последний вопрос. Могу ли я принять ислам, если у меня менструальные дни? Ты имеешь в виду, ты хочешь сейчас принимать ислам, если у тебя там месячные? Не, я просто интересуюсь, могу ли я это сделать. У меня их сейчас нет. Ну, تسأل سؤال غريب شوي. بتقول هي بتقدر تدخل في الإسلام إذا هي في دورتها الشهرية. دقيقة هنا أوضح للشيخ دقيقة، لأني كنت عارف أن هذا السؤال هو الأخ اللي معاها يا شيخ قال لي هذا السؤالين اللي كانوا عندها. السؤال الأول طرحته، السؤال الثاني لأنه هي بحكم أنها نصرانية هي بتعتقد أنها هي نجسة في فترة حيضها. قالت هل تستطيع اعتناق الإسلام؟ هذا هو سؤالها. نعم تستطيع أن تعتنق الإسلام في فترة حيضها. طبعا النصرانية تنظر للمرأة الحائض أنها نجسة. نحن في الإسلام ليس عندنا المرأة الحائض نجسة، بالعكس إنسانة طاهرة، لأن عندنا نحن في الإسلام المؤمن لا ينجس، فتستطيع. نعم. Ну, он сказал, что ты можешь принимать ислам во время месячной, потому что у нас в исламе даже женщина во время месячной она остается чисто, без проблем. Я услышала. Больше у меня нет вопросов. У тебя есть какие-то вопросы? Нет, уже все, нет. Хочешь принимать ислам? Хочу. Сейчас? Да, если это возможно. بتقول لك يا دكتور، بتقول لك يا شيخ انها ما في اي اسئله ثانيه وبدها تخش بالاسلام حاليا. طيب الحمد لله. سألقنها الشهادة بالعربي وتكرر خلفي بالعربي، ثم أنت تلقنها لها بالروسية. تمام؟ Сейчас он скажет, что надо, это называется шахада, что принять ислам на арабском языке, потом я тебя ее переведу на русском языке. Хорошо, я услышала. تفضل يا شيخ بالعربي أول شيء. نعم. أشهد. скажи أشهد. أشهد
ألا ألا إله إلا الله إله 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 إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله. رسول الله. يا بريفيدو ما شاء الله ما شاء الله. قل لها مبارك لك، قل لها مبارك لك، ونحن سعيدون جدا بدخولك الإسلام. والله عم تغلط يا شيخ. Mi очень рад, что вы приняли ислам. Я тебе приведу. Это называется шахада. Я приветствую, что нету кроме Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник. شوي شوي يا أخي، قلها يا شوي شوي. لقنها واحدة واحدة، لقنها واحدة واحدة. Я приветствую, Я приветствую, что нету Бога, нету Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник. Все. Ты уже ما شاء الله. поздравляю, ты уже мусульман. أخبرها يا أخي الكريم أن نحن كلنا إخوتها وأخواتها الموجودات في التعليقات، ونحن سعداء جدا باعتناقها للإسلام وندعو لها. نعم. Мы очень рады, что ты приняла ислам. Мы все твои братья, и там все твои сестры, которые пишут в комментариях. وندعو لها بالسعادة والثبات على الإسلام. وإذا عندها أي سؤال عن الإسلام تبعث للأخ هذا، هو يرسل لي إن شاء الله. Мы желаем для тебя, чтобы крепко стояла в ислам. Если есть какие-то вопросы, там, которые, напиши сообщение какое-то, которое с тобой. Я поняла. Я просто немного растерялась. فرحان مرتبك شوي أوش. نعم هذه فرحة الإيمان، ونحن سعداء جدا. Мы очень рады, что ты принял ислам. ما شاء الله. أخبرها بماذا تشعر هي الآن. اسألها بماذا تشعر الآن. Что ты сейчас чувствуешь? Не знаю, у меня внутри какое-то непонятное чувство и сильно трясет. بتقول في شعور مش قادر تفهمه وبترج كثير. ما شاء الله ما شاء الله. مقاطعة يا شيخ، بس ممكن توصلها فكرة انه النصراني لما يأسلم كل شيء سواه بحياته كله ينمسح. ما عرفت اوصل هي الفكرة انا. طبعا هي الآن بما أنها أسلمت كل ذنوبها السابقة غفرها الله إن شاء الله تعالى. Он сказал, ты уже приняла ислам, все твои грехи и поступки, которые ты сделала в прошлом, Боже будет их простить. Как чистого лица. Как будто ты только родилась. وخليها تبحث عن ترجمة معاني القرآن بالروسية، وتستمع إلى القرآن عن طريق اليوتيوب. Ты можешь найти перевод смыслов Корана на русском языке в интернете тоже. Я сегодня искала, читала. Я не так сильно запомнила, но пытаюсь постепенно читать, как-то учить. بتقول هي بتدور بالتدرج بتقرأ فيه وبتبحث. نعم ومتى ما أرادت شيء نحن معها إن شاء الله تعالى، وتسأل إن شاء الله. ترسل للأخ، ضيفوا الإخوة المشرفين يضيفوا الأخ صاحب الحساب عشان لو احتاجت شيء وكذا. Если у тебя какие-то вопросы, тоже обращайся. تمام يا شيخ، ندخلها جروب. قلها تتابعك يا أخي اللي تتكلم روسي، قلها تتابعك.
Ты можешь там на меня подписывать. Если есть какие-то вопросы, мне писать. Wenn Sie etwas brauchen, können Sie mit ihm reden. Auf Russisch. Если тебе что-то... Я же уже подписалась. Хорошо? Да, хорошо. Да, если что, обращайся. Да, я без проблем. Есть еще какие-то... أنا الآن أخبرها أني سأقرأ شيئا من القرآن الكريم. Сейчас он будет читать что-то с Корана. Ну, на арабском языке. يا اخ بس عشان ندخلها الجروب اذا بزبط جروب المسلمات الجدد. ما أظن أعرف. ماشي تمام إن شاء الله. مترجمة يستخدم مترجمة ممكن يفيدوها. Ты можешь присоединиться в Телеграме, там есть группа для новой женщины, которые приняли ислам. Тебе интересно? Да, интересно. بتقول لك اوكي ممكن تدخل. تمام. سأقرأ صفحة من القرآن. تمام. Сейчас будешь читать что-то с Корана. يا إخوة اطمنوا، هذا أصلا الحساب ليس للأخت الروسية يعني حتى لو بعثوا لها أخ هو جارها يعني. لا يا شيخ هذا حسابها، لكن راح تغلقه بعد يومين او يوم، لانه هي حساب. يا إخوة ما الدعم يمكن تغلق الحساب هي، فيريح المبلغ يعني وكذا على الفاضي، فنينا حتغلق الحساب هي، أو على الأقل المال الذي وصلها خليها تسحبه عشان يعني تستفيد منه. طيب سأقرأ إن شاء الله تعالى. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يعني أنا قرأت لها شيئا من القرآن الكريم كتاب الله عز وجل. Он посчитает для тебя что-то с Кораном. جزاكم الله خيرا.
يا الله. طيب هل تريد شيئا آخر الأخت؟ Что-то еще надо? Я. Нет, пока ничего не нужно. А как в телеграм-канал зайти? كيف بدك تخش بالقناة اللي في التليجرام تسأل؟ تراسل الأخ كرم، أو يرسل كرم، هو يعطيها رابط وتدخل تكتب بالروسية، تكتب بالروسية والأخوات سترد عليها بالروسية. Подпиши человек, который внизу тебя Карам, и он тебя скинет ссылку. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. follow me and send عملت لك فول افكار، عملت لك انا. اوكي تمام يا غالي. Хорошо. Все, поздравляю, Яна. Спасибо большое. لكم شكرا. نعرف شغال انجليزي شيخ. حسنات على النص يا شيخ. شكرا لك. حسنات على نعم. النص. اقول لك الحسنات على النص بيني وبينك. الأجر تقصد؟ الاجر. إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. يمكن والله امها كمان يمكن مقتنعه بالاسلام، لانه هي على طول تحكي معها. امبارح كانت عم تسمعنا وتصلنا على ام البنت هلا. من اوكرانيا ولا من انا روسيا؟ بدي ادخل على الاسلام، فالام يعني تلبكت وما عاد عرفت شو تحكي، قالت لها خلص ادخلي. ممكن تيجي تدخل ان شاء الله. Яна, ты с Украины или Россия? Я с Украины. Какой город? Сама с Кировограда, в Киеве 15 лет прожила. Все, приятно. من أوكرانيا هي من أوكرانيا. مش من روسيا يعني. لا من أوكرانيا، ما في قسم من أوكرانيا بتكلم الروسي من شرق أوكرانيا. حتى يا شيخ يعني نقطة تحولها الإسلام إنه الروس قتلوا أبوها من 2 سنين. أي والله. هي قالت لي إنه هي حرب عندهم الروس، يعني لما قاتلوهم هي حسها حرب عنصرية ضد، هي ما بعرف طائفات مسيحية، ما بعرف شو، ما فهمت أنا يعني القصة، بس هيك تحسها حرب بيناتهم عرقية، يعني إنه هذا مش من كنيستي مثل الشيعة والسنة وعندنا وهيك. نعم. على كل حال هي يعني إن شاء الله تراسل الأخ كرم عشان يضيفها في الجروب وتتحدث، وقل لها إذا في يعني مبلغ مالي في هذا الحساب تسحبه لنفسها، تمام، حتى ما تضيع حرام أموال الناس يعني اللي أرسلوها، وبعدين تغلق الحساب. ولا ترد يا أخي الكريم، ولا ترد على أي رسالة تأتيها على الخاص، ترجمها. Яна, если ты хочешь закрывать этого аккаунта, там эти подарки, которые тебе скидывали, ты можешь их снимать, потом можешь его закрывать. Но если какие-то люди чужие будут тебя писать, тебя отговорит от этого всего, не отвечай ни на кого. Хорошо, я услышала. Хорошо? Да. شيخ زين هي امبارح سألتني سؤال. بس خليني عفوا أخي، بس خليني أعرف ماذا قالت من الأخ. لحظة بس لو سمحت. ماذا قالت؟ بتقول تمام خلص هعمل هيك. أيوه تمام. الشيخ زين هي سألتني امبارح سؤال. عنديهم قرآن بالكتابة الروسية، لكن لما تقرأ بالروسي اللفظ عربي، يعني بسم الله الرحمن الرحيم هيك. فسألتني إنه هي تقدر تقرأ من الجوال وبعدين وتصلي، إنه مو حافظة. هي مبدئيا عادي تستخدم هذه، يعني ان هي تنطق بالعربي بس الحروف روسية. أيوة. لكن تنطقها بالعربي مبدئيا لا يوجد مشكلة، لكن لازم تتعلم سورة الفاتحة بطريقة سليمة، يعني تقول الحمد لله، تقول الحمد، تحاول تتعود على هذا الشيء. وإن شاء الله الأخوات يحاولن يعلمنها في الجروب. Я хотя бы учить первая сура, называется Аль-Фатиха, ну на арабском слове, то там написано на русском слова, ну буквы на русском, но на арабском. Это тебе поможет сначала для намаз. شيخ أعتقد حرف الحاء غير موجود في الروسية، لهذا هي غير متعودة. لا بالروسية غير موجود، ما في حرف الحاء. لذلك أنا نبهت يعني على حرف الحاء غير موجود، هو عندهم خاء، كل شيء خاء. طيب شكرا لك، وشكرا لك يا أخي الكريم، بارك الله فيك. مش المترجم خليك شوي الأخ. السلام عليكم الله خيرا. جزاكم الله خير. مع السلامة. كيف حياك الله. جزاك الله خيرا يا أخي عادل على ترجمتك، وجعل الله ذلك. طلع لي الاسم. عفوا طلع لي بس كلمة عبد. صح، عبد الرحيم. أنا أي لغة أنا بتكلم روسية، إنجليزية، عربية، إنجليزية، 4 لغات. أنا والله عجبتني على فكرة، عجبتني هذه الفكرة. احتمال يعني اللي عنده إخوة نصراني ولا اللي عايشين في أوروبا، الإخوة اللي عايشين في أوروبا،
إذا عندهم نصارى وكذا يعني ترونهم قريبين من الإسلام وكذا، يدخلوا عندي في البث وأنا حكون فريق مترجم إن شاء الله تعالى، يسألوا وأجيبهم ويترجمون لنا ان شاء الله. حط عندك روسيه، لغه روسيه، اوكرانيه، انجليزيه. تمام تمام، جزاك الله خير. من أي بلاد أنت يا أخي يا عبد الرحيم؟ من الاردن. ما شاء الله، حيا الله أهل الأردن. حياك اخوي. حياكم الله. حياكم الله. حياك الله. إن شاء الله دقيقة حرد لك المتابعة، وإن شاء الله نضيفك على الواتس. اخ عبد الرحيم تابعني وابعث لي رساله، بلكي يا شيخ عملنا جروب مترجمين يعني من كل اللغات. خلص تمام تمام. إيه انا لا هذه الفكره بصراحه، هذه الفكره دخلت دماغي، انا شفتها نافعه يعني. على فكره الشيخ هذه اول مره في يعني على الاقل ارحم من هالبقر اللي حاوروا فينا من اللي يتكلموا العربيه. تمام تمام، يعطيكم العافيه، شكرا لكم، كثر الله خيركم ان شاء الله. الله يبارك فيك، حياك الله. طيب عليكم. أنا سأسجد سجدة شكر لله عز وجل على توفيقه سبحانه وتعالى، وبعدين نبدو في دور البقر. البقر هؤلاء مش ناويين يتركونا. بس ما شاء الله بداية البث جميلة ومفاجأة راح نحطهم. قلت لك في البداية فيه مفاجأة، الحمد لله يا رب.